السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم. إذن واحد العدد ديال التحسينات جميلة جدا عرفتها المنصة ديال الدعم الاجتماعي المباشر. تحسينات كنا كناديو بها منذ انطلاق هذه المنصة وأخيرا عرفت النور، إلا أنه اتونسيون، حذاري حذاري من الاستعمال ديال هذه التحسينات وديال هذه التعديلات في الوقت الراهن، وغنقول لكم علاش. إذن أول حاجة إخواني أخواتي راه هي هذه القضية هذه ديال واجهة جديدة اللي ولات هي شاملة للدخول الى الفضاء الخاص بك في المنصه. اول حاجه كتدخل هذا المعرف كيصيفطوا لك الميساج في التليفون مزيان، وكتدخل بكل سهوله ويسر، ما بقاش هذاك المشكل ديال الميساج وكتدخل الكود ولكن ما كيتقبلش، يعني ما كتلقاش كيدير باش تدخل المنصه. لا، اللي باقي عنده هذا المشكل هذا يعرف المشكل راه من عنده هو، حيت ما عندوش يعني النمره ديال الهاتف ما مسجلاش بسميتو. وشنو خصو يدير؟ خصو يمشي عند الشركات ديال الاتصالات اللي تابع ليها، يمشي يقيد هذيك الكارطه هذيك النمره يقيدها بسميتو مزيان. هذه هي النقطه الاولى. النقطة الثانية إخواني أخواتي راه هي هذه القضية ديال أضيف أفراد العائلة. واحد العدد منكم كنسى ولا عن سهو أو عن خطأ أو عن غير قصد بطبيعة الحال نسى يديكلاري واحد العدد ديال أفراد العائلة، سواء الوليدات سواء الخوت سواء الوالدين. مزيان، اللي علينا دابا حنا نمشيو نديكلاريو ونديرو أضيف أفراد العائلة ونتبعوا هذوك المراحل اللي كنا تبعنا أثناء التسجيل الأولاني، ونحاولوا ما أمكن هذه الخطرة هذه ما نساوش وما نساوش. هذه قضيه مزيانه. القضيه الثالثه هي هذه ديال طلب التظلم. هذه غادي نرجع عليها من هنا لواحد شويه. قبل ذلك هذا التعليق الطلبي راه كنا حذرنا منه، ما يديرش لواحد التعليق طلب. اللي دار تعليق طلب راه غيبقى معلق تما ويبقى يتسنى، وشوف يمتى غادي يعني قادوا ليه الوضعيه. تعديل اخر اخواني اخواتي راه هو هذا ديال الناس، بالنسبه للناس اللي نساو رمز مسار او رمز الطالب المتدرب. اذا اخواني اخواتي من هنا غدير تعديل وتمشي ديك الساعه تدخل رمز مسار اللي نسيتي ديال الوليدات، او الا كان طالب متدرب يعني كاين في التكوين المهني او في الجامعه او غيرها، انه يدخلوا هنا. وحذاري اخواني اخواتي الوليدات اللي عندهم منحه، خصوصا الناس يعني الطلبه اللي عندهم منحه ما تدخلهمش. نرجعوا دابا للطلب ديال التظلم اخواني اخواتي. اي واحد بدون استثناء عنده شي مشكل في المنصه، يعني سواء ما قبلوش سواء رفضوا ليه الطلب سواء ناقصه ليه ديك الماندا اللي كيشد، اي حاجه اي مشكل عندك دير طلب ديال التظلم. وهنا وكون على يقين ان هذا الطلب هذا سيؤخذ بعين الاعتبار اكثر من هذوك الشكايات اللي كنا كنديروا من هذوك الاتصالات. وإلا رديتوا البال راه ما بقاوش كاع كيجاوبوا لا على الاتصالات ولا على دوك الشكايات. اما طلب ديال التظلم راه واجب عليهم انهم يعالجوا الطلب ديالك ويجاوبوك ويقادوا الامور. اذا اخواني اخواتي اي واحد عنده شي مشكل راه ضروري يدير هذا الطلب ديال التظلم. قبيلات حذرتكم على هذه التعديلات الجديده، انا من وجهه النظر ديالي ما ديروهمش حاليا، خليو تيحسموا في هذه الدفعه هذه ديال شهر ابريل. دابا حاليا اي تعديل درتيه راه غادي يكون عنده واحد التاثير مباشر على هذه الدفعه هذه اللي غادي تشد. يعني خلي الامور كما هي. بهذا الشيء كنهضر على الناس اللي الامور ديالهم سليمه مقبولين وكيشدوا كيوصلوهم الفيسات وكيشدوهم. هاد الناس هادو حاليا ما يديروا حتى حاجه، يتسناو حتى يشدوا هذه الدفعه هذه، وديك الساعات يديروا الامور ديالهم، يزيدوا ارقام مسار، يزيدوا افراد عائله، يزيدوا اي حاجه يعني ممكن انها تزاد. حاليا الناس اللي الامور مقاده ما يتوشيوش هادشي، ما يقيسوش. اما بالنسبه للناس اللي واقفه لهم الامور هنا ممكن يزيد ارقام مسار، ممكن انه يزيد افراد العائله ويدير تظلم. يعني اخواني اخواتي هاد الحويجات هذه ضروري نردوا منهم البال. الناس اللي الامور ديالهم بخير وعلى خير يتسناو تيشدوا الدفعه، يعني غالبا البدايه ديال الشهر الجاي ان شاء الله، ويديروا الامور ديالهم. وديك الساعه راه كاينه الوقيته فاش يعالجوا فاش يتريتيو وما ان شاء الله يتيسر الامور. اذا اخواني اخواتي كنتمنى انني فتكم في هذا الفيديو هذا. اي واحد عنده استفسار عنده سؤال عنده شي لبس يكتبوا لنا في التعليق ان شاء الله. وكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.